السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا والسعادة والخير والرزق على قلوبكم جميعا يا رب. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله من سلسلة تنظيفات عيد الأضحى. ان شاء الله النهاردة هنشطب المطبخ. احنا طبعا شكرا ليكم على كل التفاعلات بتاعتكم على الفيديو الاولاني. بصراحة ما كنتش متوقعة يعني، فشكرا ليكم جدا. ان شاء الله باذن الله هنشطب المطبخ النهارده، والحمام كمان هنعمله مع بعض، وهناخد كمان الريسبشن هننضفه تنظيفه سريعه كده بعد التنظيفه العميقه اللي احنا عملناها مع بعض. فان شاء الله باذن الله نبدا كده. انتوا طبعا شايفين كميه المواعين اللي عايزه تتغسل، كميه اطباق مهوله، فان شاء الله باذن الله هبدا بيها اغسلها. وهنا كنت غسلت البوتاجاز، فما كانش فاضل غير الشباك والحيطان. انا غسلت الشباك نفسه، ولكن طبعا قلت عايز يتعمل بيه المكنسه زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. طبعا الميه دي انا بقيت استخدم الميه السخنه، وانتوا حاولوا تعتمدوها. يعني انا بصراحه الفكره جات لي من ساعه ما بدات اشوف ريفيوهات كتير قوي عن جهاز البخار. حسيت ان هو ليه ما نستخدمش ميه سخنه، طبعا معاه كلوريكس الوان وخل علشان خاطر التطهير والتعقيم. لحد ان شاء الله باذن الله ما احاول اجيب الجهاز. بس انا محتاجه حد يكون عامل ريفيو عنه بامانه، علشان خاطر ما اشتريهوش واحس ان انا اتدبست في ثمنه وخلاص. انا طبعا كنت غيرت الكاتل وغيرت اتجاه الفرن، فزي ما انتوا شايفين حسيت ان التغيير اللي انا عملته ده اداني مساحة في المطبخ اكبر. وفرشت السجادة الأصلية بتاعته اللي هي دي اللي أنا كنت متجوزة بيها. فقولوا لي رأيكم كده، هستنى إن شاء الله بإذن الله أسمع آرائكم. فاللهم لك الحمد، المطبخ بتاعي مش كبير قوي، ولكن بما إني أنا غسلت كل حاجة فيه وطبعا طلعت كل حاجة، احنا عارفين التنظيف العميقة دي بتاخد وقت قوي. فالله يعين ويبارك للناس اللي مطابخها أكبر. ربنا يعينكم يا رب. يا دوب تحاولوا تبداوا ان شاء الله باذن الله، علشان خاطر على العيد باذن الله تكونوا خلصتوا كل اللي وراكم. هنا كده الحمد لله كنت خلاص خلصت المطبخ، غسلت البوتاجاز، عملت كل حاجه. فالحمد لله كده كنت مبسوطه. طبعا بوريكم الادراج. الوحده اللي انا عاملاها فوق الباب دي انا عاملاها علشان خاطر التخزين، حطيت فيها الكبه بتاعه ميانتا، لان بصراحه سيئه سيئه جدا يعني. ان شاء الله اجيب واحده تانية. هنا كده دخلت على المطبخ، وزي ما بوريك الحمام عفوا، دخلت على الحمام كده، وزي ما بوريكم بقى منظر الفوط اللي انا كنت بمسح بيها وبغسل بيها، وبتاعه الارض مكان تنظيف الريسبشن وغرفه النوم والمطبخ. فكان الوضع سيء جدا. هنا بدات بالوحده اللي فوق الحوض دي، نظفتها ورتبتها. وانا كنت محتاجه اشتري شاور، فوجئت ان انا عندي ازازتين شاور. فكويس يعني ان الواحد تبقى ايده في الحاجه على طول. هتلاقوا حاجات ان شاء الله باذن الله انتوا كان نفسكم تشتروها. فهنا كده بدات انضف الجزء بتاع الحوض ده، لان انا قررت ان انا اجيب المنظم بتاع ايكيا ده هناك. فزي ما بوريكم انا بشتغل جزء جزء عشان ما دربكش الدنيا فوق دماغي، ولان انا كنت بعمل الترتيبات دي وهي بنتي نايمه، فكنت خايفه ان هي تقوم في اي لحظه. فقلت بدل ما دربك الدنيا كلها واضطر ان انا اسيبها في لحظه، لا هو جزء جزء. طبعا غسلت كل حاجه في التربو، وجبت التربو كده جنب الحوض. وزي ما بوريكم ان المطبخ يعني الحمام ما شاء الله بقى واسع قوي. غسلت طبعا المقاشات والجاروف وغسلت كل حاجه. وزي ما بوريكم كده اللهم بارك الحمام فعلا كنت حاسه فيه بوسع رهيب. طبعا الحمد لله كنت غسلت كل حاجه. وطلعت كده على الريسبشن. هو الريسبشن انا كنت عملته في الفاصل، يعني في الجزء بين المطبخ والحمام. هتلاقوا ان انا كنت عامله الريسبشن الاول. طبعا طلعت احنا كنا عاملين تنظيفه عميقه فيه، فاللهم لك الحمد هو كان نظيف. ولكن طبعا مكان فتفتة الاكل مكان خديجه ما بتاكل، فالنمل طبعا ما بيتوصاش في الايام الحر دي. فطبعا شلت الكفرين دول، وبدات كده ان انا اكنس. ما كنتش متخيله بصراحه ان يعني كميه التراب دي طالعه من الريسبشن، وعشان كده قررت ان انا اغسل المقشه والجاروف دول. فهنا كده حطيت شويه بريكس مش كتير، علشان خاطر مش عايزه الشرشوبه ترغي. فحطيتهم كده وبدات ان انا امسح بيها الارجاء. بصراحه بحس الشرشوبه بتنظف اكتر من الموب، مش عارفه ليه. ممكن اكون انا بس اللي كده. وهي طبعا الارض يعني احنا لسه عاملين لها تنظيف عميق قريب، ولكن برضو غسلت الشرشوبة بمية سخنة وحطيت عليها البريكس. فكده كنت خلاص شلت كل حاجة. طبعا كل حاجة عايزة تلميعة خفيفة كده. فرفعت كل حاجة على الارض. وطبعا ما كنتش قادرة بصراحة اشتغل من غير مروحة. الايام يعني الجو صعب قوي الايام دي، ربنا يلطف بينا جميعا يا رب. فشلت كده وقلت خلاص بقى، كان الوقت ده كان خلاص، كان الفجر كمان أذن. فقلت لا، انا اسيب الارض كده تتهوى براحتها وهبدأ افرش الصبح. فزي ما بوريكم كده كنت خلاص بقى بصراحة خلصت،
والصبح كان خلاص قرب يطلع، فقلت لا انا ادخل اريح وبعد كده يعني ان شاء الله باذن الله اوريكم منظر كل حاجه الصبح. هنا كده زي ما بوريكم بقى منظر الحمام اللي هو الواحد قايم كده، الله ايه الجمال والريحه الحلوه دي. وزي ما بوريكم كده النور كان في الشباك، فاللهم لك الحمد. كان الواحد حاسس طبعا بطاقه في البيت رهيبه، خاصه ان احنا ماسكين كل حاجه غاسلينها كويس ومجهزين نفسنا ان شاء الله باذن الله لاستقبال العشرة الاوائل. فكل سنه وانتم بالف خير، كل سنه وانتم طيبين. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسونيش بقى في اللايك والمتابعه، ويا ريت تكتبوا لي كومنت حلو كده. فهنا شايفين لي الحلويات كده، اللهم لك الحمد. طبعا ما اقولكوش قسما بالله الواحد حاسس ببهجه كده وطاقه رهيبه، لان انا يعني التنظيف يعني اخر تنظيفه كنت عاملاها قبل عيد الفطر، كان في يعني ست جت ساعدتني، وهي اللي عملت المطبخ كله بصراحه، الله يسامحها هي اللي قشرتولي. بس انا بصراحه ما كانش عندي طاقه خالص، وكان قبلها طبعا الحمل واول ما ولدت. فانا عايزه اقول لكم بجد حاسه ان الشقه اللهم لك الحمد ان انا رجعت عروسه، فكرتني بالايام الاولى. ما بوريكم كده طبعا صحينا الصبح شغلنا القرآن، اللهم لك الحمد. انا كده البيت كله اتعمل، البيت كله زي الفل. كان فاضل بس أوضة الأطفال، وكنت بدأت فيها إن شاء الله بإذن الله، هي آخر حاجة تنزل لكم من التنظيفات. الله نعمل غرفة الأطفال مع بعض الفيديو الجاي، يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم يا رب. كل سنة وانتم بألف خير، أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعاية الله، ربنا يا رب يملى بيوتكم سعادة وهنا وبركة، مع السلامة.